بمناسبة البحر والناس الكتير اللي راحت تصيف، حبايب قلبي ربنا يرزقكم، تعالوا اقول لكم على معلومة مهمة جدا. هتقولوا لي يا شهد ايه دخل التغذية في البحر وايه دخل مجالك في البحر؟ تعالى وانا اقول لك ايه علاقة البحر بمجالنا. تخيلوا البحر مش بس بننزل نصور فيه ستوريز ونغرق موبايلاتنا، ده فيه مفاجأة كبيرة قوي، تعالوا نشوفها. ده هو منبع اليود اللي جسمنا محتاجه من غير ما ناخد بالنا. طب يعني ايه اصلا اليود؟ ده عنصر صغير جدا بس ليه دور كبير قد كده. تعرفوا الغدة الدرقية؟ الغدة الدرقية دي محتاجاها عشان تطلع هرموناتها اللي بتنظم لنا الميتابوليزم والحرق والطاقة، وكمان مهمة للنمو ومهمة لمخنا خاصة عند الأطفال. يعني من غيره جسمنا بيبقى عامل زي عربية حلوة جدا بس مفيهاش بنزين، واقفة مكانها ومش عارفة تتحرك. ليه البحر بقى؟ لأن مية البحر أصلا فيها كمية اليود محترمة جدا، عشان كده الأسماك والجمبري والمحار حتى السيويد بتكون غنية جدا باليود. إنما لو احنا عايشين بعيد عن البحر أو حتى التربة فقيرة من اليود، هنا بقى جسمنا بيقول فين البنزين يا جدعان، وساعتها ممكن يحصل جويتر أو مشاكل في النمو. العلماء بقى قالوا بدل ما نعتمد على البحر اللي بعيد نحط اليود في الملح نفسه. فعلا بقى عندنا الملح المدعم باليود، الايودايزد سولت. يعني القصة كلها البحر فيه الخير واليود فيه السر، وانا هنا علشان نخلي العلم خفيف ولذيذ ويدخل القلب من غير ما نمل. ولو حسيتوا المعلومة دي فادتكم ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. استنوني الحلقة الجاية، باي باي.